الفيلم بيبدأ بأحمد مدرس الكيمياء، والطلاب دايما بيتعاملوا معاه باستهزاء، وبيبان إنه شخصيته ضعيفة. بعد ما بيخلص شغله في المدرسة بيروح الشهر العقاري ومعاه عقد بيع فيلا، وعايز يعرف هي اتباعت لمين. الموظف بيقول له إنها اتباعت لواحد اسمه تيمور، وساعتها وش أحمد بيبان عليه الغيظ وبيقول إن الراجل ده خاين. وهو نازل من المكتب بيتفاجئ بعربيتين قافلين عليه الطريق وحاولوا يخطفوه، لكنه بيجري بسرعة ويدخل سوق ملابس، وفعلا بيعرف يستخبى منهم. لكن أول ما بيخرج من السوق بتخبطه عربية وبيفقد الوعي. بعد كده الأحداث بتتنقل لأحمد التاني اللي بيشتغل مهندس ديكور، ولسه مخلص تصميم فيلا ومستني فلوس شغله علشان ينزل مصر أجازة. ولما بياخد فلوسه فعلا بيرجع مصر، وبنشوفه مع ضحى اللي هو ناوي يخطبها. من كلامهم بنعرف إنه مأجل الخطوبة بقاله فترة بسبب سفره، وإنه المرة دي لازم يتمم الموضوع لأن ده آخر ميعاد. بس هو في نفس الوقت قلقان على خاله أحمد لأنه بقاله فترة رقمه مقفول ومش عارف يوصل له. وأثناء كلامهم بيجيله تليفون من المستشفى وبيعرف إن خاله هناك. بيروح له وهو زعلان جدا لأن خاله هو اللي مربيه من يوم ما أبوه وأمه ماتوا. أحمد بيفوق لكن بيبقى تصرفاته غريبة، وكمان مش فاكر ضحى رغم إنه كان يعرفها. الدكتور بيشرح لهم إن الحادثة عملت له فقدان جزئي في الذاكرة ومحدش عارف إمتى هترجع له. بعدها الرجالة اللي كانوا بيطردوه زمان بيظهروا في المستشفى. أحمد مش عارف يعمل إيه، لكن خاله بيفاجئ الكل وبيخلص عليهم واحد ورا التاني وكأنه عنده خبرة في القتال. أحمد بيتصدم لأنه طول عمره عارف خاله طيب وجبان ومش فاهم إزاي بيعمل كده. ومع الوقت بيلاقي نفسه هو كمان بيشارك في القتال من غير ما يفكر. وبعد شوية بيجوا رجالة تانيين وخاله برضه بيقتلهم وبيخلص على عدد كبير منهم. بعدها بياخد أحمد ويخبيه جوه تلاجة المشرحة، بس فجأة بيهجم رجالة تانيين على المكان وأحمد هو اللي بيخلص عليهم المرة دي، وبيستغرب إزاي قدر يعمل كده. لكن فجأة بيلاقوا ناس جايين ومعاهم ضحى، فبيضطروا يستسلموا علشان ينقذوها. بياخدوهم لمكان وبيقابلوا هناك واحد اسمه رؤوف السماك، وأحمد مش فاكره ومش عارف مين ده. رؤوف بيقول لهم إنه محتاج رأيهم في حاجة. كان في واحد متفق معاه يسرق له لوحة غالية جدا لبيكاسو، واداله عربون وسهل له الدخول لمكان اللوحة. لكن بعد ما سرقها الراجل ضحك عليه ومرجعش ولا عايز يديله فلوسه. حاول يتواصل معاه ملقاهوش ولا بيرد، ودور عليه في كل حتة. ساعتها أحمد بيرد عليه ويقول له لو أنا مكانك كنت قتلته. لكن المفاجأة إن الشخص اللي رؤوف بيتكلم عليه يطلع هو نفسه خاله. وبرغم كده خاله مش فاكر أي حاجة من اللي رؤوف قالها، لكن رؤوف مهتمش بكلامه وقال له إن حالته الصحية دي مش عذر، واداله مهلة أسبوع واحد بس يجيب له فيه اللوحة، وإلا هيحدفه للسمك ياكله. وبالليل لما بيرجعوا البيت بيبقوا مش عارفين يعملوا إيه، خصوصا إن خاله فعلا مش فاكر أي حاجة. ضحى بتسيبهم وتمشي علشان اتأخرت، وساعتها أحمد بيكلم خاله ويقول له إنه حاسس كأنه بيتعرف عليه من أول وجديد، وإنه كل السنين اللي فاتت كان بيكذب عليه ومخبي عنه حياته الإجرامية. وبيقول له إنه هيقف جنبه الفترة دي، لكن بعد كده هيقطع علاقته بيه. وخاله فعلا بيكون مش عارف هو إزاي عمل كل ده ولا فاكر حاجة عن ماضيه. وبالليل أحمد بيكون جعان وبيطلع يدور على حاجة ياكلها، لكنه يتفاجئ يلاقي قدام باب أوضته الأكل اللي بيحبه وخاله حطهوله. ولما بيتأكد إن أحمد أخده بيرجع يدخل أوضته. تاني يوم الصبح ضحى بترجع لهم ويقعدوا يفكروا هيعملوا إيه علشان يوصلوا للوحة. أحمد بيحاول يساعد خاله يفتكر أي حاجة لكن من غير فايدة، ومن كتر عصبيته بيخبط في المكتبة، وهناك يكتشفوا باب سري بيتفتح على أوضة مليانة أسلحة، وبرضه خاله مش فاكر عنها أي حاجة. ولما يدخلوا الأوضة بيلاقوا إنه مجهز جوازات سفر بأسماء مستعارة علشان مهمات كان بيخلصها. ضحى تفضل تدور في الأوضة لحد ما تلاقي مفتاح عربية ومعاه ورقة مكتوب فيها عنوان. بيروحوا للجراج اللي في الورقة وفعلا بيلاقوا العربية. أول ما يركبوا بيظهر فرد أمن وبيقول لخاله أهلا يا معلم سعادة. أحمد بيستغرب من الاسم، وبعد ما يطلعوا بالعربية يبدأ يدور في التابلوه وبيلاقي تليفون. بيفتحوا بصمة وشه، ولما يدخل على الواتساب بيلاقي محادثة بينه وبين واحد اسمه تيمور. الرسائل فيها إن أحمد كان باعت لتيمور اللوكيشن وبيقول له إنه قلقان من شخص اسمه الحوت علشان كده لازم يجيله، وإنهم هيفتحوا الخزنة. وتيمور سأله إذا كان هيبيعها ولا لأ، لكنه رد وقال له لأ، هسلمها لرؤوف السماك وادي الحوت فلوسه.
ومفيش أي حاجة تانية في التليفون غير المحادثة دي. بيركنوا العربية على جنب ويفتحوا الشنطة، وبيتصدموا لما يلاقوا جوه صندوق ويتوقعوا إنها اللوحة، لكن يكتشفوا إنه كف إيد مقطوعة. فبيقرروا يروحوا على اللوكيشن اللي في المحادثة مع تيمور. يوصلوا المكان عبارة عن عمارة، والبواب يرحب بخاله ويناديه باسم شريف باشا. وكالعادة خاله مش فاكر الاسم ده ولا يعرفه، ولا حتى عارف شقته في العمارة فين، فبيمثل كأنه متلخبط وبيخلي البواب هو اللي يدوس على زرار الأسانسير علشان يعرف الدور. فعلا بيوصلوا للشقة وبيضطروا يكسروا الباب لأن المفتاح مش معاهم. كل واحد فيهم يبدأ يدور على أي حاجة ممكن تفيدهم، لكن ما يلاقوش حاجة واضحة، لحد ما أحمد يلاحظ المكتبة ويقول يمكن خاله كان بيكرر نفس أسلوبه دايما. ولما يحرك تمثال موجود في المكتبة يكتشف باب سري تاني بيتفتح. الباب السري بيتفتح وبيلاقوا جواه خزنة محتاجة بصمتين علشان تتفتح. خاله بيجرب يحط ايديه الاتنين، بس النظام يقبل بصمة واحدة. ساعتها بيتوقعوا ان البصمة التانية ممكن تكون لإيد المقطوعة اللي لقوها في شنطة العربية. أحمد ينزل بسرعة يجيبها، ولما بيجربوها فعلا تفتح. جواها بيلاقوا 1,000,000 جنيه، كمية مخدرات وفلاشة. لما يشغلوا الفلاشة بيتصدموا إنها فيديو فرح لخاله وهو بيتجوز واحدة اسمها زوزو. أحمد يتفاجئ أكتر لما يلاحظ إن في الفرح كان موجود واحد يعرفه كويس، وهو ناجي اللي كان صاحب خاله وبيظهر بشكل محترم جدا. أحمد يفتكر إنه كان بيدرس له دين وهو صغير، وبيتخض إزاي يلاقيه وسط الجو ده، لكن خاله كالعادة مش فاكر أي حاجة لا عن الفرح ولا عن الناس اللي في الفيديو. ضحى تجيلها فكرة يتصلوا بالرقم بتاع تيمور اللي ظهر في محادثة الواتساب، وفعلا يكلموه. وتيمور أول ما يسمع صوته يبدأ يعتذر ويتأسف، وبيبان إنه مرعوب جدا منه. أحمد يستغرب مش فاهم هو خايف ليه. تيمور يقول له إنه عايز يقابله علشان يصالحه، لكن ضحى تقول إن أهلها النهاردة مستنيينهم علشان أحمد يجي يخطبها، ولو ما راحوش النهاردة مش هيلاقوا ميعاد تاني. أحمد يديه عنوان بيت ضحى ويقول له نقابلك بعد ما خلص الخطوبة، لكن أول ما يقفل المكالمة يتضح إن تيمور بيكلم رجالة معاه ويديهم نفس العنوان. وبالليل أحمد يروح بيت ضحى علشان يخطبها، وخاله وهو داخل الحمام يلاحظ واحد بيحاول يقتحم البيت. خاله يخرج له ويبدأ يتخانق مع الرجالة. أحمد يشوفه من الشباك وبيتوتر جدا، وضحى كمان تبص وتشوف وتحاول تخلي أهلها ما ياخدوش بالهم. في النهاية خاله يخلص عليهم ويرجع البيت كأنه ما حصلش حاجة، وأهل ضحى يوافقوا على الخطوبة ويقروا الفاتحة. تاني يوم الصبح يقعدوا في كافيه يتكلموا ويستنتجوا إن تيمور هو اللي بعت الرجالة عليهم، لأنه الوحيد اللي كان يعرف مكانهم. ضحى تنضم ليهم ويفكروا هيعملوا إيه بعد كده. يكتشفوا إن في ناس بتسرق عربياتهم، يجروا بسرعة وبيوقفوا أول عربية تعدي، وتطلع ست كبيرة لسه بتتعلم السواقة، وهم راكبين معاها يظهر رجالة تانيين يحاولوا يخطفوهم، فيبدأ مطاردة مجنونة. الست مش عارفة تسوق، لكن أحمد يحاول يساعدها ويدخلوا في حواري ضيقة ويخلصوا من أول عربية وراهم. يفضلوا يخبطوا في كل حاجة تقابلهم ويدخلوا السوق ويكسروا حاجات كتير، وفي الآخر العربية تدخل في محل فراخ. لكن الرجالة بيلحقوهم ويقبضوا عليهم، وبعد شوية نلاقيهم مربوطين قدام واحد اسمه المايسترو، بيكون واقف فوق على المسرح بيعزف. بنعرف إنه عنده معرض كبير مليان لوحات غالية جدا. بيحكي إنه من فترة جاله شخص اسمه شريف وقال له إنه جاله بأمر من الدولة بعد ما عرف إن في واحد اسمه الحوت عايز يسرق لوحة عنده، ووعده إنه هيحميه. لكن في الآخر اكتشف إن شريف مش ظابط زي ما قال، وإنه كان متفق مع الحوت من البداية علشان يسرقوا اللوحة الأغلى في المعرض. وكالعادة خاله مش فاكر أي حاجة. المايسترو يديله مهلة أسبوع يجيب له اللوحة، وإلا هيصفيهم هم التلاتة، ولو جابها مش بس هيسيبهم لكن كمان هيديله 10 مليون جنيه ويحميه من رؤوف السماك. بعد ما خرجوا من عند المايسترو مش عارفين هيوصلوا للوحة ازاي، ولا حتى لو وصلوا هيسلموها لمين، للمايسترو ولا الرؤوف السماك. فوق كده لسه محدش فاهم مين الحوت اللي كان شريك في سرقة اللوحة. الوضع كان مستحيل يتفك، خصوصا انه مش فاكر اي حاجة من تاريخه.
ساعتها يروحوا لدكتور بيشتغل بالعلاج بالتنويم المغناطيسي، يمكن يقدر يفتح أي ذكريات عنده. وفعلا بيروحوا والدكتور ينومه مغناطيسيا ويدخله جوه أعماق مخه. فجأة يلاقي نفسه بيتكلم فرنساوي وإيطالي بطلاقة، وده بيأكد إن كان ليه مهمات بره قبل كده. كمان بيرجع يفتكر زوزو اللي ظهرت معاه في فيديو الفرح، ويعرف إنها كان بيقابلها في كاباريه اسمه المولان روج. لما يفوقوه يقرروا يروحوا هناك. أول ما يدخلوا الكاباريه زوزو تيجي تسلم عليه، وبعدها يظهر تيمور برضه يسلم عليه ويتأسف. زوزو تاخده على جنب تتكلم معاه وتيمور يمشي، لكن المفاجأة إن الدكتور اللي عمل له التنويم المغناطيسي كان موجود هناك برضه. أحمد يحاول يفهم أي حاجة من زوزو عن ماضيه، بس ما يقدرش لأنها كانت سكرانة. يزهق ويرجع يشتكي لأحمد إنه مش عارف يطلع منها كلمة مفيدة، فيقرروا يستعينوا بالدكتور ويخلوه ينومها مغناطيسيا علشان يعرفوا منها أي معلومة. تحت التنويم يسألوها مين هو الحوت، فتقول إن الحوت هو ناجي. أحمد يتصدم، صديق عمره اللي كان شايفه راجل محترم هو نفسه الحوت اللي عمل له كل المشاكل. يسألوها فين نلاقيه، ترد عليهم الوحيد اللي بيتواصل مع الحوت هو تيمور. في اللحظة دي تيمور كان بيحاول يهرب، لكن يمسكوه قبل ما يمشي ويضطروه يحكي القصة كلها. يقول أنا والحوت سرقنا اللوحة اللي اسمها رأوة في السماء، كنا حاطينها في خزنة لحد ما نقابل رؤوف السماك وناخد منه 10 مليون جنيه، بس فجأة الحوت لقى مشتري تاني هيشتريها ب10 مليون دولار بدل 10 مليون مصري من رؤوف، وأنا وافقت أساعده. لكن أحمد يعترض، أنا مش ممكن أخون رؤوف، أنا اتفقت معاه من البداية وهو اللي مستنيني. ساعتها تيمور يكمل، الحوت قرر يخونك واتفق معايا إني أنقله تحركاتك أول بأول، عشان كده ظهر الشات اللي بيني وبينك. أول ما بعت لي اللوكيشن إنك رايح تفتح الخزنة وتاخد اللوحة الرؤوف، أنا بلغت الحوت. ويكشف كمان الحوت كان عامل الخزنة ببصمته هو وانت عشان محدش فيكم يخون التاني، لكن هو اللي خان الأول وغير كلامه وعايز يبيعها للمشتري التاني. اللحظة دي أحمد يفتكر المواجهة اللي حصلت، إنه واجه الحوت بنفسه، وإن الخلاف بينهم وصل لدرجة إنه قطع له إيده وخلص على كل رجالة الحوت. بس وهو بيتقاتل معاهم الحوت بيضرب عليه بالمسدس، بس الرصاصة جت في كتفه، وبعد فترة بيقوم ويفوق. وتيمور بيقول لهم إن كل اللي خده من الحوت هي فيلا كاتبها باسمه، وعلشان كده بنفهم أحمد ليه كان متضايق لما راح الشهر العقاري وعرف إن الطرف التاني هو تيمور. وبيسألوه ازاي يلاقوا الحوت، فقال لهم إنه ما يعرفش مكانه، بس يعرف ازاي يوصلوا له، وهو إنه بيحب الستات جدا، وإنهم يزقوا عليه واحدة وساعتها يقدروا يجيبوه. واداهم الاكاونت بتاعه وفعلا كلموه، ولما حب يتأكد إنها بنت بجد خلى ضحى تكلمه فيديو. اتفقوا على ميعاد وراحت له، وقتها طلب من رجالته كلهم يسيبوا الفيلا ويمشوا علشان ياخد راحته. وأول ما عملوا كده أحمد وخاله طلعوا من شنطة العربية اللي جات بيها ضحى، دخلوا عليه وسألوا لي اللوحة فين، فقال لهم إنه خلاص باعها لبيدرو المشتري التاني ب10 مليون دولار. اتفقوا معاه إنهم هيسيبوه ومش هيعملوا له حاجة مقابل إنه يقول لهم مكان بيدرو. وافق، وقعدوا يخططوا إزاي هيسرقوا اللوحة من بيدرو. ناجي قال لهم إن بيدرو هيعمل مزاد علشان يبيع اللوحة، وإنه مأجر له قصر فاضي مخصوص، كمان هيكلم شركة ديكور تجهز المكان. لكن أحمد قال له ما يكلمش حد، وإنهم هم نفسهم هيبقوا شركة الديكور. فعلا خد رجالته الكباريه ولبسهم يونيفورم علشان يبانوا شركة ديكور، وراحوا ومعاهم أحمد وخاله. ناجي قال لهم إن اللوحة هتتعلق قبل المزاد بدقايق، فاستغرب ليه أحمد عايز يروح قبلها بيوم. رد عليه وقال علشان يدرسوا المكان ويجهزوا الخطة ويعرفوا يهربوا منين، وكمان دوره إنه يدخلهم الحفلة. أحمد وخاله دخلوا على إنهم مشترين، وضحى اشتغلت واحدة من البنات اللي في الحفلة. الخطة إن أول ما اللوحة تتعلق هيطفوا النور ويسرقوها، لكن ناجي قال لهم إن في سنسور في مكان اللوحة. أحمد فهمه إنه هيدخل قبلها بيوم يقفله. المشكلة إنه النور هيرجع بعد 10 ثواني، فلازم يكون أحمد خطفها وخبى وشه، بس برضه لسه هيكون جوه القاعة، والمفروض يتقاتل مع رجالة الحراسة.
بعدها بثواني ضحى تدخل برجالة كتير من الباب الخلفي لابسين نفس الماسك اللي لابسه أحمد، ومعاهم شنط شكلها فيها اللوحة علشان أحمد يقدر يهرب وسطهم. وفعلا الخطة نجحت، وأحمد سرقها واداها لناجي. فسألوه يبيعوها لرؤوف السماك ولا للمايسترو. ناجي قال للمايسترو علشان يقدر يحميهم من رؤوف. راح سلمها له، لكن فجأة اتصدموا إن رؤوف كان جوه ومعاه رجالته. الكل اتفاجئ ازاي عرف مكان ووقت التسليم، ورفعوا السلاح على بعض، وأول ما حد ضرب رصاصة الكل ضرب واتقتلوا كلهم. المفاجأة إن اللوحة نفسها بدأت تسيح، واتضح إنها مش أصلية. هنا يجي فلاش باك. قبل تنفيذ العملية أحمد وخاله ضحى اتفقوا من ورا ناجي يعملوا نسخة مزورة، ولما دخلوا القصر قبل المزاد بيوم حطوا النسخة في ظهر الحيطة. فلما اتقطع النور كل الناس افتكروا إن أحمد سرق الأصلية. ناجي اقتنع وأخدها للمايسترو على أساس إنها الأصلية، بينما أحمد راح بنفسه بلغ رؤوف إن ناجي هو اللي سرقها، وقال له مكان ووقت التسليم. كده خلص من التلاتة، ناجي، المايسترو، ورؤوف، في ضربة واحدة. واللوحة الأصلية كانت معاه هو من الأساس، لأنه بدلها وقت ما النور اتقطع. بعد كده باعوها المشتري كان حاضر المزاد، وخدوا فلوسها كاملة ليهم. وفي الآخر أحمد اتجوز ضحى، لكن فجأة ظهر ناس مسلحين بيدوروا على خاله علشان كان عامل معاهم مشاكل قديمة، وكالعادة خاله مش فاكرهم. ولسه اللي جاي أخطر بكتير. ما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان يوصلك كل الجديد. سلام.